السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في فيديو النهارده عن موتوسيكل اس واي ام ان اتش اكس 180، وهنتعرف عن افضل المميزات والامكانيات اللي بيقدمها الموتوسيكل للمستهلك، وايه اهم نقاط القوه اللي بيقدمها الموتوسيكل. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. اولا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا نبدا الفيديو. اولا الشكل والتصميم. الموتوسيكل بيجي بشكل رياضي وهجومي ممتاز جدا، ميكس ما بين السبورت والادفنشر، والشكل والتصميم غير مقلدين او مكررين بشكل كبير في السوق المصري. التصميم ده هيجذب فئة كبيرة من الشباب اللي بيحب الشكل الرياضي والسرعة والاداء المحترم. ننتقل لمواصفات الموتوسيكل. الموتوسيكل بيجي بموتور 183 سي سي الواحد سلندر على 4 صباب مع حدافة اتزان بقوة 18.5 حصان، ونظام حقن الوقود في الموتوسيكل انجكشن، ودي ميزة كويسة جدا هتوفر في استهلاك البنزين. وناقل الحركة في الموتوسيكل جاي ب6 غيارات، وده هيخلي صوت الموتوسيكل اهدى وتوب سبيد اعلى. ومعدل التسارع في الموتوسيكل من 0 ل 100 بياخد 8 ثواني فقط، وده يعتبر رقم كويس جدا ليصل لتوب سبيد 150 كيلو متر في الساعة. والموتوسيكل مزود بريداتير لتبريد الموتور، لان الموتوسيكل هنا بيعتمد على تبريد المياه، وده ممتاز جدا بالاخص في الاجواء الحارة، والسفر لمسافات طويلة هيكون ممتاز جدا. باستهلاك بنزين بيوصل من 38 ل 40 كيلو لكل 1 لتر بنزين، وده يعتبر رقم ممتاز. وسعة لترية للتانك بياخد 11 لتر بنزين. ننتقل للجزء الامامي من الموتوسيكل. الموتوسيكل بيجي بكاوتش امامي مقاس 110 مع جنط مقاس 17 مع رفرف امامي شكله محترم جدا، مع 2 مساعد امامي معدولين لكن خاماتهم كويسة جدا. كنا نتمنى ان هم يجوا بمساعدين مقلوبين لزيادة الثبات على السرعات العالية، لكن المساعدين الموجودين كويسين جدا. مع فرامل امامية باكم ديسك بتقنية سي بي اس، ودي كويسة جدا لاداء الفرامل على الطرقات والسرعات العالية. لو اتفاجئت بأي حاجة قدامك هتقدر توقف الموتوسيكل بكل أمان وأريحية. مع إضاءة أمامية ليد بالكامل، وشكل الكشاف هنا ممتاز جدا، وشكله جديد من نوعه ما شفناهوش قبل كده في موتوسيكلات غير الموتوسيكل ده تقريبا. مع 2 إشارات أمامية ليد بجانب الكشاف الأمامي، مع إعداد ديجيتال بالكامل فيه كل القراءات اللي أنت محتاجها وأنت سايق الموتوسيكل، مع مدخل يو اس بي لشحن الموبايل في حالة إن تليفونك فصل أو لا قدر الله حبيت تشتغل بالموتوسيكل دليفري. أنا مش متخيل إن ممكن واحد يشتري الموتوسيكل ده عشان يشتغل بيه دليفري او توصيل افراد، لكن في الوقت الحالي بقينا نشوف الناس بتشتغل بالتي ان تي 250 وال 150 دليفري وتوصيل افراد. فما تستبعداش يا صديقي ان انت تشوف حد راكب الموتوسيكل دوت وشغال بيه دليفري. على العموم يا صديقي ربنا يرزق الجميع ان شاء الله. فدي ميزه كويسه جدا ان هم ضافوا مدخل شحن الموبايل في الموتوسيكل. ننتقل للجزء الخلفي من الموتوسيكل. الموتوسيكل بيجي مساعد واحد في نص الموتوسيكل لزياده الثبات على الطريق والسرعات العاليه، هيكون محترم جدا. مع فرامل خلفيه باكم ديسك، وزي ما قلنا بنظام فرامل سي بي اس، مع فتحه شكمان خلفيه واحده وشكلها رياضي علشان تكمل التصميم الرياضي للنهايه، شكله كويس جدا. مع طرابه على الفرده الخلفيه، لان الديل بتاع الموتوسيكل بيجي قصير فتم تزويده بطرابه لحجز الاتربه وانت ماشي على الطريق. مع اضاءه خلفيه ليد سواء الاشارات او لمبه الستوب كلهم ليد بالكامل. مع كاوتش خلفي مقاس 130 ويعتبر مقاسه كويس نوعا ما. كنا نتمنى ان هم يزودوا مقاس الكاوتش الخلفي ويبقى مقاس 140 على الاقل، علشان يدي توازن اكتر للموتوسيكل وبالاخص على السرعات العاليه، وبرضه لو الطرق مبتله بيكون اداؤه افضل. ننتقل للشاسيه والتدعيم في الموتوسيكل. الموتوسيكل هنا بيجي بشاسيه متين جدا وخاماته عاليه، مع تدعيم على اجناب الموتوسيكل كويس جدا ومحترم. والمقص الخلفي بتاع الفرده الخلفيه قطره عريض ومش صغير، فبالنسبه للتدعيم في الموتوسيكل والشاسيه الشركه ما استرخصتش في المستهلك وحطت خامات محترمه جدا. دي كانت المواصفات الفنيه بالنسبه للموتوسيكل. ننتقل لنقطه قطع الغيار. مع ان الموتوسيكل لسه جديد في السوق، لكن الشركه موفره قطع الغيار بتاعته بشكل كبير، وهتلاقيها موجوده عند اي تاجر بيبيع الموتوسيكل ده. فدي نقطه قويه جدا ما بنلاقيهاش في شركات كبيره موجوده في السوق من زمان. بالنسبه للموتوسيكل وشركه اس واي ام، هي شركه معروفه في السوق من زمان، لكن كانت بشكل كبير متخصصه في الاسكوترات في السوق المصري، وما كانش عندها عدد كبير من الموتوسيكلات في السوق. بصراحه الشركه دخلت السوق من اوسع ابوابه وبتنافس وبشراسه، يعني بتديك موتوسيكل اداء محترم وبالاخص فيه تبريد مياه، ودي نقطه كويسه جدا. في موتوسيكلات منافسه بتنزل بس بسربنتين الزيت، مع موتور بقوه 183 سي سي بعزم 18.5 حصان على 4 صباب، وكمان نظام حقن الوقود انجكشن ونظام فرامل سي بي اس. كل التوليفه دي هتديك اداء محترم في النهايه، وزي ما قلنا مع خامات قويه وشاسيه وتدعيم الشركه ما استرخصتش في اي حاجه. كل تفصيله في الموتوسيكل مصروف عليها وخاماته كويسه جدا ومتينه. فلو انت بتفكر انك تشتري الموتوسيكل ده، انا
ارشحه لك، وبقوة يعتبر بيكتسح كل المنافسين اللي قدامه. وسعر الموتوسيكل ده حاليا عامل 95,000 جنيه، وده السعر الرسمي من شركة SYM. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم، ولو عندك اي استفسار او طلب اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في امان الله.